اياب هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح اسوي لكم لحمة بعجين على طريقة المطاعم. شلون كنت اشتغلها اني؟ ثارمين بالخلاط طماطة وبصل وجبنا اللحم المفروم، حطيناه فوقاها وشوية ملح على المقادير وفلفل احمر ومعجون. واللي ما عنده يشتغل بالعنده، حتى لو فلفل اسود هم يمشي. احنا بالبيت ايش موجود نسوي. المهم جبت الطحين، سويته على المقادير اللي انا اريدها وشوية ملح حسب الرغبة اللي انت تريدها. وهنا خليت شوية خمرة، والمفروض ما اخلي خمرة، لان لحم بعجين المطاعم ما يخلوا له خمرة اصلا. لازم العجينة تصير قوية كلش، مو عجينة هي مال بيتزا ما يحتاج لها تختمر او ترتاح. بس اني امتوني وجعني ما بيها حيل، فقلت حتى شوية تساعدني العجينة اخلي لها شوية خمرة. وهنا عجنتها وعوفها حتى ترتاح. وهنا شوي ارتاحت، اجيت الكلكها حتى شنقها وخليها ترتاح مرة الأخ. هنا سوت لي شنكتين وخليتها حتى ترتاح شوية بعد. وهنا ارتاحت العجينة وجيت حتى افتحها. بشنو افتحها؟ بالشيبك لو بالشوبك. اكو ناس تقول شيبك واكو ناس تقول شوبك، انت يا هو شو تقول؟ انت شو تقولين؟ المهم، وللي يسألني انت خلفه مال مشاوي لو مال لحم بعجين، اقول له اني خلفه مال مشاوي، بس اني مشتغل لحم بعجين وخلفه بيتزا وخلفه قاص وحتى تمن ومرق. فهالشغلات كلها مشتغلها ومبين ترى ابو الصنعة من اللي لزق وعبر. المهم كملت هنا العجينة، فتحتها هلا وهلا وبعد الحركات خالي. جبت اللحم حتى فرشه ببعض الطريقة على كيف برهاوة ايدك. كملت هنا اللحمة بعجينة واشتغل بالعندك. هسه احنا مثلا كنا بالمطعم نشتغل بفرن مثل ما الصمون تقريبا، بس انا اشتغل بالعندي. هذا تبسي وستوتها على النص. ليش؟ لان اكو بيضة اريد اطق فوقها بيض، عاجبني بيض. على النص ستوها بعدين نطلعها، او 3/4 استوى، لان البيض بسرعة يستوي بالحرارة. وهنا رجعت المطابخ مهند خرب ابليسك. يا ويلي هم زين لحقته، والله كان كلها يومه مستوية بعدها عادي عنده. وهنا استوت وباع النتيجة خالي. لك شنو خالي؟ بالعافية ابو السوس، والله عاشت ايدك.